صباح الخير يا حلوين. تعالوا النهاردة نعرف ايه الفكرة الملهمة الحالمة اللي عقلك الباطن محتاجك تزرعها فيه وتفكروا بيها، محتاج يعيش جواها شوية. كالعادة هيبقى معانا مجموعتين دايما صور كروت الاختيار وما تيسر تصويره من كروت القراية هتلاقوها في الكومنتس. المجموعة الأولى هتكون الكارت البينك، اللي عنوانه بلوم، والمجموعة التانية هتبقى كارت باترفلاي جاردن، اللي رقمه 48. خلينا نبدأ كده مع المجموعة الأولى. مبدئيا كده من الكارت اللي انت اخترته، انت محتاج تأكد وتفكر عقلك الباطن بشكل ملهم وحالمي كده انه انت متصل، انت تراك جميل قوي اللي بدأ ده، شبه قوي اللي بنقوله. انت مربوط بخيوط من بينك وورد، مع طاقات طيبة جدا من الأثير حواليك، روابط خفية انت مش شايفها بس محتاج ان انت تحس بيها وتفتكرها في كل دقيقة. على ودانك في ورد، مش سماعات. انت ما بتسمعش بالطريقة التقليدية اللي الناس بتسمع بيها، بتسمع بشكل متربط بقلبك، بشكل مزهر. لو عندك مية ورد او زيت ورد حط منه النهاردة كده ورا ودانك على شعرك برضو لو قدرت، وكل ما تشم ريحته افتكر الروابط الخفية اللي بتلهمك ومرتبطة بيك وبتغذيك بنوع من الطاقة والصوت
انت محتاجه جدا، نوع من الطاقة والصوت اللي بيفتحوا قلبك. شعرك كمان بيتربط مع الطاقة دي جدا. ده كله طبعا شاكرا التاج بتاعتك. بس ازاي تحس بقى بمفردات شاكرا التاج دي؟ تحس انه شعرك كأنه بي بيتنفس الطاقة دي. تخيل ده، تخيل انه منفتح كده، انه عنده رئتين ومنفتح على الطاقة دي. وبيربطك اكتر بيها. طيب تعالوا نعرف اكتر من الديك التانية اللي انا اصلا مختارة بيها. ان انا طلعت لك منها كارت الاول وبعدين قلت ايه اختار لك من ديك تانية كارت انت تختار بيه. لكن الكارت اللي اوريدي كنت مطلعاه وللمفارقة بينك 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 بينك، اللي هو الكارت ده اللي هو الاولاني اللي انا طلعته خالص قبل ما ابدا القرايه، لونه بينك. والكارت التاني اللي اخترته عشان انت تختار بيه برضو لونه بينك. كارت عنوانه داي دريم، رقم 54. عندك جين 54؟ طب عندك جين 45؟ غالبا هيكون عندك الاتنين جين دول. لو عندك واحد من الاتنين جين دول اعرف انه ده تأكيد كبير جدا على انه انت مهم تفتكر طول الوقت ان انت stay connected وانك already connected، بس مش حاسس. اوقات لما بتنسى ما بتحسش بالاتصالات دي لما تحصل. اكيد لما تحس بيها هتبقى طاقتها اقوى. تعالوا نقرأ كارت داي دريم. نستوضح بيه اكتر الفكرة الرئيسية دي. Create your own magic. Surround yourself with sweetness. Treasure the past. Delight in the present and look forward with joy to the future will craft. اصنع سحرك وحاوط نفسك بحلاوة كنز الماضي وخفة الحاضر والتطلع الخفيف الغير مثقل الغير متوقع من المستقبل. انت محتاج تفكر نفسك النهاردة اكتر من مرة انه انت متصل وحاسس بطاقة الاتصال دي بتسري
في بشرتك وشعرك واعصاب ورا ودانك واعصاب وشك وحتى في هدومك جوه هدومك. ده هيخليك متحوط بالسويتنس، بالحلاوة والخفة واللا توقع، وده هيخليك ساحر، هيخليك الشبكة اللي قادرة تتمركز جوه الماضي والحاضر والمستقبل. الكارت بيقول there is a lot you don't know and can't ever know for sure. في الكتير اللي انت ما تعرفوش. As intuitive as you may be, you will never know precisely what other people are thinking or feeling. You can't predict what exactly will happen. Time and existence will persist in holding the biggest of mysteries, and their heart mysteries that in this lifetime none of us will pierce. بيقولك انت حتى بالحدس ما تقدرش تتوقع ايه اللي الناس بتفكر فيه وايه اللي هم حاسين وايه بالظبط اللي هيحصل عموما او بينك وبينهم. الوقت او الزمن او الوجود حامل اعظم الاسرار في قلبه، واعظم الاسرار ده بينكشف في وقته. We can't help but wonder why are we here, where are we going. احنا ما نقدرش ابدا نجاوب على سؤال ليه احنا هنا وليه وفين رايحين. This is why we are species obsessed with stories. عشان كده احنا مهووسين بالقصص. We can't be satisfied not to know, so we construct myths and archetypes to help us get through. We adopt a code of honor and system of beliefs. These paradigms help us know what to do, how to approach and perceive the big and little moments of our lives. In truth, this shapes our life experiences in profound and far-reaching ways. All of this is to say that you are constructing a narrative anyway. You are telling yourself stories about your past, forming expectations about the future, and looking at your present through a particular lens. So you may as well choose perspectives, expectations, and narrative arcs that serve you, empower you, and place you directly in the center of your joy. انت تحديدا ما تعرفش اسرار وجودنا هنا، اعظم الاسرار اللي بيحملها وجودنا هنا. اصنع انت السر ده وتخيله وعيشه
وعيش فرحته. وجوي على فكرة هو البيت الخامس، والكارت مكتوب عليه 5. فادخل جوه قلبك وتخيل كل شيء بيخلي روحك تهفو كده وتعود لأصلها الإلهي زي ما وصفنا في الأول. والكارتين نازلين متناغمين جدا، وازاي انت كونكتد طول الوقت. الأسد في كارت ذا وورلد قصاده الدلو، قصاده الشبكة. في كارت ذا وورلد في الطاروت برج الأسد قصاده الدلو. يعني مفيش تناغم أكتر من كده. انت في حضن الموجة، في حضن الموجتين، في حضن الشبكة الكاملة. في قلب البحر. Choose to believe that the universe is on your side. اختار دايما ان الكون بيشتغل معاك. الإيمان بأن الكون شغال معاك. Not because it's objectively true, but because when you believe it will become true. ده مش بالضرورة يكون حقيقي، لكن لما بتكون مؤمن انه حقيقي هيكون حقيقي. ده اللي بيقوله فادم زيلاند على فكرة. قلت قبل كده في قراية، قلت انه انت حتى لما بتختار شيء ما والشيء ده ما بيطلعش احسن حاجة، ما بنحسش بقى بالذنب ونتجاوز الخسارة باننا على طول بنقول انه ده احسن حاجة حصلت وهيجذب لي افضل احتمال يأكد على النعمة في قلبي ويأكد على الشفاء في قلبي. يعني حتى اللي بنختاره احنا وما بيكونش احسن حاجة، ما بنستغرقش في الاحساس في الغرق جواه بالخسارة وبالتالي نحس بالذنب وندور على شماعات كتير نعلق عليها احساس الذنب، وده اتعودنا عليه. عاوزة برضو ناوية ان شاء الله ان انا اتكلم عن الموضوع ده في اوديو لوحده، لانه ده بيت الداء. بيت الداء يعني من اعظم وافدح الاحاسيس اللي تحت منظومة الخوف اللي هي الذنب. هي اصلا ساعات اللي بترجع الخوف تاني. فانا بحس ساعات انه عارف اللي هو الليبل بينهم في نزاع بينهم، في خناق بينهم على مين اللي يتولى اسم الكاتيجوري اصلا، الخوف ولا الذنب، لان هما الاتنين تقريبا واحد، هما بس مفردات مختلفة. فإيماننا دايما بانه الكون والطاقة الربانية اللي في الكون تشتغل معانا حتى في أسوأ المواقف. هو بيكون حقيقي إذا أمنا أنه حقيقي، ولأنه الكون احتمالي جدا، ولأنه فعلا أنت بتكون احتجت التجربة دي في التراك ده، هي التجربة الأنسب بالنسبة لك. أنت مغلطتش في اختيارك. Choose to see the good in others and assume the best. Imagine a beautiful future for yourself and expect the future to be even better than you ever could have foreseen. أنا مش مع تخيل المستقبل خالص. أنا مع الكلمتين اللي اتقالوا في الأول، اللي هما إن أنت تخف حتى من ثقل تخيل المستقبل. أنت أشعر بأنه أنت خفيف دلوقتي، أنت مرضي وشبعان، حتى لو حزين أنت محتضن الحزن ده وعارف
تعيشه بمساحته الحقيقية جواك، وعارف ان انت اوسع منه، فبتحوله لأصله في اللحظة دي. بتكون مشبع وراضي ومتصالح حتى في أصعب الأحاسيس، وحتى وانت في أوقات مش قادر تعمل ده. هو ده اللي بيخليك كونكتد. تخيلوا المستقبل ممكن ساعات يثقلك، ومن خلاله الإيجو هتدخل وتخدعك بشكل أو بآخر. مش عايزين نتكلم في ده في الفويس ده أو في الأوديو ده أو في القراءة دي. عاوزين ايه؟ نكون جوه البلوم أكتر، جوه البينك أكتر. نخلينا في الفكرة الملهمة الحالمة اللي قلنا عليه. فكل اللي هيساعدنا من الموجود في الكارت هنقول ده الداي دريمينج. ده المعنى الحقيقي للداي دريمينج اللي هو عنوان الكارت. بيقولك ان هو radical act, approach it and it is powerful magic indeed. هو سحر حقيقي. تعالوا بقى نتعمق اكتر بالتارو يا مجموعة واحد. ازاي تعمقوا سحر الفكرة الملهمة دي جوا لاوعيكم. Ace of Pentacles, Five of Pentacles, Five of Swords. 5 حكايتك مع نمبر 5. عندك جين 5. يا ريت جين 5 الصبر، الهايرفنت، صابر صابر يا عم صابر. جميل. جين 5 هو البيت الخامس برضه. مهاودة الزمن، مطوعة الزمن. طيب خلينا في اللي احنا فيه دلوقتي. بص انت والله صابر يا عم صابر، الصبر الجميل، صابر على الطفرة، على النضج الحقيقي. قاعد بفستانك الملون و جنب النبتة بتاعتك بترويها بحب وصبر
وتطلع وكلاسيكية، يعني البنت لابسة كلاسيكي جدا وعاملة شعرها حتى موجة. موجة. انت بتتواصل مع طاقتك الأنثوية، بتحب ده اعتقد. ما بتخافش من الشوك. البنت حاطه ايديها جوه الشوك او على الشوك اللي في النبتة، وبتلمسه برقة كده، مش خايفة منه، مش قلقانة منه. النبتة تحس ان هي شوية هتعمل شكل قلب. الحلزونتين اللي هما 9 و6 الناحية التانية، اللي هو خلاص يعني بيقربوا يعملوا شكل قلب. عشان كده اهو القلب اهو، القلب اهو، قلب طاقتك الذكورية، الطاقة اللي هي كانت مشوهة فيك، اللي ضفاها عقلك بالسيطرة شققها خالص وطفاها. هو شايف قلبها بيرجع هنا في الايس اوف بنتكلز. قلبها هي هنا في الفايف اوف سورز، مسكته بايديها، القلب المتشقق اهو في ايديها ورا، احمر باهت لكن متشقق. مزيكا منفعلة معايا، اللي هو ايوه كان في انتفاء وتشقق هنا. بس هي خلاص حطت الوردة على عينيها اليمين الشمال، بتعالج عينيها اليمين الشمال دلوقتي، وبتشوف من خلال حدسها بعينيها اليمين. اهدى علينا عامل التراك انت، خلاص الدنيا بقت حلوة وهنشوف بعينينا اليمين اهو، وبنعالج الشمال. وبالتالي الفايف اوف بنتكلز انت بتعلق براه، برا السجن اهو. الفروع اللي بتربطك ممتدة، الدوتس، نفس الدوتس اللي في الكارت بتاع بلوم. احتوي لما يظهر في قلبك اي احساس بالخسارة او الحزن، احتويه واديله مساحته، لكن حاوطه بالخيوط الخفية دي، بالروابط الخفية دي، بالدوتس، ندفات التلج. عارف ندف التلج اللي هو المطرة بتاعت التلج، بدل ما بيبقى التلج في اللاوعي متراكم وقافل على لاوعيك وحبسه، لا بيتحول لسنوز كده، مطرة خفيفة. عارف حس بيها كده، حس بالصقيع الجميل بتاعها وقتها
على جسمك وعلى حزنك. temperance، صابر. عارف temperance ده هو الصبر في التكوين، الصبر في مهاودة الزمن وتهدئته، تهدئة أثيره وتنقيته. يعني في الرايدر ويت كارت التمبرنس ماسك كوبايتين كده وعمال يسحر. هو ده السحر. بينك تاني، الامبريلا بينك بس بينك غامق شوية، والحزام على فستانها بينك فاتح جميل. هي قاعدة في نعمتها تحت الفايف اوف بنتكلز. هي تمبرنس، هي مهدهدة. عارف في فيلم بحب اسمه قوي، هو قصته رمزية جدا رغم ان هي اجتماعية قوي، بس هي كلها رموز. شفته زمان قوي 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 في نادي السينما، وافتكرته مؤخرا لانه قصة شبه القصص اللي انا بتكلم عليها في الافلام لما بنقعد نفك رموز الافلام في باقي الاوديوهات. هي نفس قصة الين واليانج وتنقية عقارة الوحش وتحويله. الفيلم اسمه ايه؟ اليد التي تهدهد المهد هي التي تحكم العالم. فانت هنا قاعد بتهدهد المهد. المهد هو حدسك، طفلك الرائي اللي بينتج من إعادة تزويجك للين واليانج جواك وتنقية الأسير ما بينهم. عارف روق الجو بينهم كده. فانت هنا بتهدد مهد. فبتحكم عالمك. بتحكمه حكم جميل، فيه هدهدة مش فيه سيطرة. بتحكمه حكم حالم، رباني، في دعم رباني، في شبع، في امتلاء. المزيكا كمان دلوقتي هي كأنها بتهدد المهد. مهدك في قلبك دلوقتي على فكرة. طلع من الأرض، جذوره ضربت في الأرض وطلع من الأرض. فايف انت اوريدي في التحول ده. افتكر النهاردة انك تهدهد مهدك. ما تنساهوش، هو اوريدي تيقظ وبيطل عليك، طالل عليك طول الوقت ومربط فيك طول الوقت.
شكرا يا مجموعة واحد، واشوفكم ان شاء الله في قراية تانية او اوديو تاني. ونبدأ مع مجموعة 2 على 35-42 دقيقة 35-42. مجموعة 2 كارت اللي هتختاروه، صورة الكارت اللي هتختاروه تبقى موجودة في الكومنتس، وكل ما تيسر تصويره من كروت القراية هتلاقوها كمان في الكومنتس. الكارت اللي انتوا اخترتوه يا مجموعة 2 كارت باترفلاي جاردن. انت حالم انت وجاهز انت انت في البربل اصلا، انت الفراشة فوق راسك، ويعني ايه واخد بالك منها قوي جذورك نبات، والاعلى بتاعك شايل الوردة والفراشة. 48. انت محتاج ان انت تأكد على لواعيك النهاردة وتفكروا وتلهموا بأن جسمك هو جنتك الخاصة. دخولك جوه جسمك هو ملاذ آمن بالنسبة لك، هو بمثابة ان انت دخلت جوه جنة. بتطير فيها كفراشة، والورد البربل او البنفسجي او الشواف، الورد الشواف بيتواصل معاك فيها. جسمك مليان ورود، شايف جسمك مليان ورود خضرة، هي اللي طالع منها الوردة البربل، هي اللي طالع منها البنفسج. فكر نفسك انك مع جسمك النهاردة وبكرة وبعده وكل الايام، بس ابدأ من النهاردة. اكد الفكرة دي او عيشها النهاردة بشكل مكثف، عيشها بالحالمية دي. حس بلمسات صوابعك على الحاجات اللي انت قاعد عليها. لو خرجت برا المس الزرع وحس بتحس بايه جوه جسمك لما بتلمس الحاجات. انكش شعرك وسيبه يطير مع الهواء، سيبه يتنعكش، سيبه يبقى بدائي وغجري. انكش شعرك وارقص. الكارت اللي انا اخترته لك قبل ما ابدأ القراية
اسمه Starlight Wish. انت مش محتاج فكرة حالمة النهاردة، انت نفسك محتاج تبقى حالم، انت نفسك محتاج تبقى نجمة ملهمة. عارف الاحساس ده؟ محتاج تعيش بين النجوم النهاردة، محتاج تفتكر مكانك بين النجوم وانت لابس لبس مريح. البس لبس مريح النهاردة، البس حاجة مريحة قوي، حتى لو تبدو ان هي كاجوال جدا او حتى لبس بيت. لو قدرت ان انت تنزل تبص للسما النهاردة، تتأمل النجوم وتحس بيها كأنها موجودة جوه جسمك، اعمل ده جدا. انتوا شعركم اسود يا مجموعة 2 صح؟ ويا ربي المجموعة الاولى كانت بينك، المجموعة التانية الكارتين فيهم بيربل، الوردة بيربل والكارت كله لونه بيربل. 33 افتكر مكانك بين النجوم، افتكر مكانك بين النجوم. اطلع على السطح، عندكم سطح؟ بحب الاسطح قوي والله، نفسي قوي يبقى عندي بلكونة حلوة او سطح جميل. بس الحكمة اكيد جميلة، كل شيء بيحصل في وقته. تعالوا نتعمق. تعالوا اول نقرا الكارت 33 ده بيقول ايه في الجايد بوك. Your lucky star is shining on you. نجم الحظ بتاعك بيلمع فوقيك وحواليك. Whatever you want you can have. Make a wish. انت محتاج بقولك تبقى حالم، الحالم بذات نفسه النهاردة. Consult your innermost heart. What you most desire. ايه اللي انت بترغب فيه فعلا، روحك بترغب فيه. Phrase your intention not as a request or hankering but as a present moment statement of fact. اللي انت بتحلم بيه حسه كأنه حاصل حاليا في جسمك. مش بقولك افتكر مكانك بين النجوم، افتكر مكانك بين النجوم من خلال جسمك، حس بيها في جسمك، خليها تهمس جوه جسمك. همس حتى مش لازم تكون سمعه جوه اللحظة، لكن هتفهمه بعدين واحدة واحدة. همس حس بأثره أكتر من إنك تسمع صوته مفهوم. But a present moment statement of fact. Declare it decisively to yourself and the universe and trust that you shall receive it. These words really are magical. Starlight, star bright, first star I see tonight. I wish I may, I wish I might. I have this wish. I wish tonight. حلو، اكتبها دي، اكتب الكلمتين دول وقولهم كده، تمتم بيهم. عارف التمتمة؟ Starlight, star bright.
first star I see tonight. I wish I may, I wish I might have this wish I wish tonight. دي زي غنوة كده، تعويذة صغننة. The stardust that awakens their power is your intention. So follow up you by immediately claiming your wish. State it as if it's already true and feel la la la. While the power to manifest your desires is always available to you, there are times when the universe opens a portal of light to you. في بوابة على فكرة، مادام الرسالة دي جت يبقى ان شاء الله حاصلة. في بوابة مفتوحة ليك النهاردة، مش بس عشان تتمنى أمنية معينة تحصل، لا، خليك أوسع من العقلية دي. طبعا اتمنى، بس مقصودش انت تتمنى حاجة تغير حياتك كلها والحاجات دي، لا، خليك في اللحظة، عيش نعمة اللحظة، احس بكل حاجة حلوة في الوقت اللي مفتوح فيه البوابة دي، واتمنى امتلاء قلبك دايما. ولو عايز تتمنى اي حاجة تانية اتمنى، بس اقصد ما تربطش سعادتك بأمنيات معينة. اتمنى الأمنية وما تتوقعش وما تحملش عليها. عارف لما بتتمنى، احنا تعودنا نتمنى ونركب جوه فوق الأمنيات، نعتمد عليها. عارف فكرة الاعتماد اللي هي فكرة الركوب فوق عنق الأمنية. يعني تخيل الصورة حتى تحس ان هي تقلت، يعني الأمنية نفسها تقلت اصلا، مش عارفة تطلع السما. فاهمني ازاي؟ عشان كده انا ما بحبش ان انت تقعد وتتخيل أمنية معينة ومش عارفة ايه، بس تقدر ان انت تعمل نفس الطقس ده بطريقة خفيفة. ابتكر بقى، ارتجل يا ايها الشخص الحالم يا مجموعة 2. Think of this card as a star, harbinger of a wish fulfilled. Relax your mind. هو الكارت ده والله بمثابة ان هو بيفتح لك فعلا، يعني حس ان فعلا في بوابة مفتوحة النهاردة، وعيش النعمة دي. You will always support your life's most ideal unfolding when you make a habit of relaxing your body. هو بيقولك انت جسمك مهم. على فكرة التواصل مع جسمك مهم جدا النهاردة. جسمك مهم حتى عشان كل نعمة انت عاوز تحس بيها جوه قلبك، كل شفاء عاوز توصل ليه جوه قلبك. كل ما جسمك كان مرتاح، كل ما روحك هتقدر تتواصل معاك وتحسسك بالنعمة دي. opening your mind to possibilities. افتح عقلك للاحتمالات. يعني كان حتى في المجموعة الأولى جملة حلوة قوي، إن تيقن دايما إنه كل احتمال أنت موجود فيه هو أفضل احتمال بالنسبة لك. حتى لو كان عقلك بيقولك ده بايخ يا ساتر يا رب، لا، قول ده أفضل احتمال بالنسبة لي. By releasing impatience and the need to micromanage all the details. حرر عدم الصبر والاحتياج لأنك تدير كل التفاصيل. You create space for universal energies to flow in and co-create with you in
unexpected ways. ساعتها هتسمح للكون ان هو يخلي طاقاته تتدفق وتشتغل معاك بشكل غير متوقع. This is a must. The universe wants to bless you with your truest and the most authentic desire. الكون عايز النهاردة يباركك ويتواصل معاك من خلال أصدق وأكتر أمنية أصيلة تشبهك. Feel into this portal of possibility, celebrate it, expand into it, and claim it. Compose and speak aloud your fondest wish, then step back with happy anticipation and curiosity, and in perfect timing watch it unfold. In perfect timing watch it unfold. ما تعتمدش على سعادة مستقبلية، سيبها، اطلق سراح كل شيء انت معتقد ان هو لو حصل بعدين هيسعدك. وحتى لو من جواك بتتمنى أمنية ما تركبش عليها، ما تعتمدش عليها، وركز اكتر واعرف انها قابلة للتحقيق اكتر لما تعيش البلس في اللحظة اللي انت فيها دي. اتفقنا؟ تعالوا نتعمق اكتر من خلال التارو. طاقتكم جميلة والله. انا بفتكر معاكم ازاي نعيش الهمنا وحدسنا وجسمنا وروحنا، نخرج برا دوائر عقلنا المرهقة المنهكة دي. ازاي نوقظ الطاقات دي اكتر، ازاي نفتكر. انا بفتكر معاكم، او تفتكروا انا بعمل ده مثلا او بكون فاكراه؟ لا، لما بفكركم بفتكر معاكم. عشان كده مهم ان احنا نروح للمنطقة دي من القرايات واستخدام التارو، لانه هي دي الاهم. يعني طبعا العمق النفسي انا ببقى محتاجة اعرف انا حاسة ايه تحديدا، من التارو بيساعدني طبعا اتعمق في اللي انا حاساه. بس في اوقات ببقى محتاجة جدا الخروج برا البوكس المعتاد في لحظات معينة كده، عشان حتى اعرف اعود تاني جوه العلاج، جوه المعتاد. يا مجموعة 2، ايه اللي التارو ممكن يقوله لكم بخصوص اتصالكم بنعمتكم في اجسادكم النهارده، بخصوص ان انتوا تكونوا انتوا. عارف ابله فهيتا بتقول انت الهديه، ما تستنيوش يجيبلك هديه، انت الهديه. حاجه كده المجموعه بتاعتكم دي بتقول حاجه كده. كروت عايزه تقول لكم كتير. المجموعه الاولى طلع لها بس 3 كروت، انتوا طالع لكم 3 4 5 6 6. الجسم، انتوا جسمكم لا يمكن، جسمكم عاوز
محتاجوا تتواصلوا معاه جدا جدا جدا. 9 اوف سور، جسمكم تعبان يا جماعة. عيون عيون عيون، كل العالم عيون. 9 اوف سورز، كارت هنا صعب قوي. جسمكم جواه قلق فظيع. بص العيون المضطربة فيه ازاي. العيون دي الافكار المضطربة اللي محتاجة ان هي ترجع لهدوءها ونعمتها. عشان كده انتوا محتاجين كل البليس دي، محتاجين كل الحليمية دي. اخرجوا برا الافكار خالص النهاردة. العبوا جزامكم وتنططوا وعارف الهيلاهوب. محدش عتيق زي هيبقى عارف. كان في اغنية برلانتي عبد الحميد في فيلم قديم كده، غالبا طاقية لخفة، تقول هيلاهوب 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 يا مشعل نار الحب. انتوا محتاجين مسخرة والهزلية دي والله. سبع اغنية اتمختاري. اسمها ايه؟ اتمختاري يا حلوة يا زينة. طب ليه سمعت الاغنية دي؟ اللي انتوا محتاجين تتجوزوا. تستنيش العريس، تستنيش تكوني عروسة. دي اقولها دي تتقال ازاي دي؟ ما تستنيش العريس، ما تستنيش العريس، كوني العروسة. يعني كوني العروسة كده كده. وانت لو مستني تكون عريس، كوني العريس من عادي، من غير عروسة عادي. مش محتاجة عروسة عشان تبقى عريس. بجد والله. مش طبعا ده يعني مبالغة اكيد، بس ما تستحلبش طاقة انك محتاج شريك. ما تستحلبهاش لانها بترهقك وبتتعب جسمك. نفس عن جسمك بطريقة، بمليون الف طريقة تانية. ما ترهقش جسمك في انه طول الوقت يفتكر ان هو ما عندوش شريك مثلا يمارس مع الحب، وانه ده احتياج انت محتاجه جدا طول الوقت، وانه مش عارف ايه. لا يعني اكيد طبعا اعترف بده، ما تنكروش، لكن ما تغرقش فيه. ما تخليهوش توكيد جسمك عايش يتعذب من خلاله. فاهمين الفرق؟ بجد والله. اخرجوا النهاردة، انتوا محتاجين تكونوا في جنينة النهاردة. اهو بص، زينة ولمض وطور اهو عالي، 4 of wands، والنعمة فرح. انت الفرح. انا سمعتها، اتمختار يا حلوة يا زينة. وانت برضو لو ولد، اتمختار يا حلو يا زين. بحب اسم زين قوي على فكرة. بص المثلث الاسفل، القاعدة بتاعته من فوق، 9 of wands، 9 of swords اللي هو الكارت اللي فيه العيون قلقانة جوه جسمك ده، وال7 of wands اللي هو تحدي وقلق ووجع قلب. والقلق ده بيعمل لك يعني، بص، بيحسسك انت جوه السجن، وانك حتى لما بتيجي تعافر مع السجن بتفتح كده القضبان وتحزق، عارف اللي هو حزق ابن لذينه، في حين ان انت تحت. والله العظيم البليس موجودة. اتواصل بس، حس بيها، عيش الحقيقة دي لحظات، عيش حقيقتها لحظات، حولها الحقيقة جوه جسمك.
علق الزينة كده وزغرت وقوم اتنطط وارقص هلا هوب وهو البتاع اسمه ايه البتاع الهلا هوب ده. روحوا والله دوروا اكتبوا هلا هوب برلانتي عبد الحميد هتلاقوها اكيد، هتلاقوها على اليوتيوب. انا هروح ادور بعد القرايه شغلها كده وعيش افتكر الطاقه طول اليوم. اتنطط اتنطط بجد. انت محتاج، انا قلتلك في اول القرايه، انت محتاج تنعكس شعرك وتقوم تتنطط كده وتترقص. محتاج تكون بدائي النهارده، محتاج تكون انت جنينه، انت امنيه، انت الحالم، انت محتاج تكون انت الشيء، مش تحس الشيء. انت محتاج انت تكون الشيء جوه جسمك محتاج ده جدا. او المثلث الاعلى التوب بتاعه الثري اوف كابس بتاع الهلا هوب عشان هو ما تقولش ان انا بكدب عليك في حاجه. وتحتيه القاعده بتاعته الناين اوف كابس، ده هيعمل لك ناين اوف، هيخلي الورود تزرع من راسك هيخليك لو انت ست هيخليكي الايرون وومن، المرأة الحديدية، بمعنى اللي قادرة يعني، مش اللي هو المرأة الحديدية اللي هو متأيدة، لا. ناين اوف كابس. بص الشمخة عاملة ازاي انتوا طاقتكم تشربين حاجة مجموعة 2، انتوا لا يمكن والله. طاقتكم انتوا محتاجين الطاقة دي، يعني دي الهاي فايبريشن بتاعكم. اعرف ان انت لو مش في الطاقة دي يبقى انت في اللو فايبريشن بتاعها. انت بقى محتاج تروح يعني لو وعيكم جايب لي والنبي بصيله الطاقة الهاي فايبريشن دي، اللي هو هنديكي كميات مختلفة من البرشام دلوقتي عشان توصلي له ان هو محتاج يوصل للطاقة دي. اتمنى ان هو يعني الطاقة اللي لا وعيك موصلها لي توصل لك، يعني انت تتعدي منها كده فتقوم تهلا هوب على طول بعد القرايه. وانا مشوار مهم بقى حد يجي يفوقني بقى. حد يجي يفوقني بقى من اللي وعيكم عملهولي. قاعدة الناين اوف كابس، والقاعدة التانية الثري اوف وانز، اللي هو مش هيبقى فيه. بص البنت واقفة طالعة فوق الدنيا كلها وحواليها كمية طيور وهي اعلى من كل شيء، اللي هو انت الدماغ عالية مش بقولك كميات مختلفة من البرشام والله العظيم، والله بجد. اللي هو وشعرك شعرك هيزرع وهتبقى يعني شايل، انت مش السفينة انت شايل السفينة بدراعك. انتوا محتاجين الطاقة دي جدا والله يا مجموعة 2، جدا 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 جدا. هو ده اللي انت محتاج تعمله مع لوعيك النهاردة. ده مش حلم ولا الهام ولا دي مش مجرد فكرة ملهمة او كده، لا لا لا، ده فرح. بص الفور اوف وونز والنعمة ده الرحم بتاع القراية، الومب بتاع طاقتكم في الفور اوف وونز. انت محتاج تعمل فرح النهاردة طاقتكم عسل قوي 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 قوي. لو وعيكم عايزكم تشفتوا على الطاقة دي. تعالوا نختم لكم ده، والله لا ادور لكم على اغنية هلا هوب دي احلى قراية انا عملتها من ساعة ما بدأت اعمل قراية عامة بجد والله.
معلش انا بطيئة في كتابة الحروف. مين يا جماعة الأغنية بتاعت الأصلية؟ أيوة برلانتي. الموضوع هيبقى مسخرة جدا والله. يعني اللي حاطط الأغنية مش هين عليه يقطع الأغنية حاططها ومعاها 900 مشهد قبلها. اهي انتوا بقوا كملوا يبقوا كملوا تسمعوها. اشوفكم في قرايات تانية يا مجموعة 2.